أنا الشارع، أنا الحلم البسيط جدا، أنا الدوشة، أنا الزحمة، أنا المكتوب على جبيني راضي وكل شيء اسمه، أنا بيوت عالية على الجنبين، أنا ناصية ورصيف واتنين، وطلع عليا من شباك صبية حلوة بضفرتين، أنا الضحكة وأنا النكتة، وناس سايرة وناس ساكتة، ودور طاولة على المشاريب، ملامح سمر على القهوة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بيكم وبشكركم وبشكر الاستاذ طارق ان هو شرفني النهارده في العرض الاول لفيلم حب وزحام. طبعا الفيلم بيتكلم عن الناس وعن الشارع، وبيتكلم عن فكرة ان احنا ازاي نحب مصر بشكل جديد، بشكل واعي، بشكل فيه ان احنا يعني نبنيها مش نهدها، نبقى متفائلين مش متشائمين. فدي الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها من خلال فيلم حب وزحام. الحب اللي موجود بين الناس والتعاون والألفة والمصريين كلهم جمال. الزحام الموجود اللي جواه التعاون ده. احنا شعب في 100 مليون، يعني قد الوطن العربي كله، فعلشان كده لازم الزحام. وحب وزحام فيلم تاني تجربة، وإن شاء الله في تجارب جاية، وإن شاء الله مناسبتي تكون موجودة في أجمل مناسبة بالنسبة لي اللي هي عرض الفيلم. بشكر الأستاذ طارق إن قناة مناسبتي بقت نبضة أبو حمص، ودايما نبضة أبو حمص شغال وبيعمل، وإن شاء الله أستاذ طارق. ويعني انا نفسي من زمان كنت اتمنى ان انا اكون موجود معاه على الشاشه الصغيره بتاعته، وان شاء الله اشوف نبض ابو حمص، نبض مصر كلها. شكرا استاذ طارق. شكرا ريس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكر قناه نبض ابو حمص في شخص الاستاذ طارق المصري ان هو جه النهارده وشرفني في العرض الجماهيري لفيلم حب وزحام، اللي مجموعه من الشباب من ابو حمص قاموا بعملوا على نفقتهم الخاصه من جيبهم الخاص. كنا عاملين عمل قبل كده تقريبا من سنه باسم كرسي متحرك، والعمل ده كنا عاملينه بامكانيات ضئيله وبكاميرا ديجيتال. استضفنا فيها النجم الكبير الفنان عبد العزيز مخلوق، استفدنا من كلامه معانا، وبناء عليه بدانا نشتغل على فيلم حب وزحام. طورنا من التصوير، استعنا التصوير من تلفزيون اسكندريه، مدير تصوير بقناه اسكندريه، استعنا بمونتاج من قناه اسكندريه، قدمنا فكره جميله للناس. وان شاء الله الفيلم بخصوص الفيلم اتعرض على قناه اسكندريه، اتعرض على القناه الثانيه المصريه ان شاء الله يوم 27 الجاري. هيتعرض على قناه النيل الثقافيه، برنامج شباب في شباب الساعه 4 العصر. بنتمنى ان كلكم تشوفوه. الفيلم ان شاء الله في خلال اسبوع من دلوقتي هيبقى معاكم على اليوتيوب باعلان ممول علشان جمهوريه مصر العربيه كلها تشوفه، علشان نقدر نوصل رسالتنا للناس كلها، ونقول لمصر كلها ان في مكان في مصر اسمه ابو حمص. على فكره المكان ده فيه يا جماعه ناس موهوبه، وناس ممكن تطلع من جواها حاجات كتير خالص، فيها فنانين، فيها مطربين، فيها موسيقيين، فيها مخرجين، فيها ملحنين، فيها مؤلفين، فيها شعراء، فيها جميع، فيها عبد العزيز مخلوق. بس مش هقدر اقول كده. يا رب ربنا يخليك يا رب. انا اقل واحد في الدنيا دي كلها، بتمنى ان الفيلم يعجبكم، وان شاء الله هيعجبكم لان احنا تعبنا فيه خالص خالص خالص. شكرا لاهل بلد. محمود الأشموني، ممثل مسرح ومطرب شعبي وشاعر. بخصوص فيلم حب وزحام، هو فيلم روائي قصير. يعني في ناس ممكن ما تكونش عارفه يعني ايه روائي قصير او قصير يعني ايه. في ناس بتتفرج على الفيلم القصير على اساس اللي هو ايه ده، هو خلص، مش منتبهه ليه هو بيتكلم في ايه. ده عشان يعني هم مفكرين اللي هم فيه، يعني في هي رواية كبيرة، عايزين متعودين زي ما احنا بنشوف في مصر على الإثارة، على المتعة، على الحاجات اللي بنتفرجوا عليها، على الحاجات اللي احنا بنزعلوا عليها لما بنشوفوها حاليا.
تمام، الضرب، التكسير، الكلام ده. فالفيلم ده هو قصير بس بيحكي عن حاجات ياما. واكتر حاجه شدتني فيه الشارع طبعا، والمسلم والمسيحي، ان الاتنين اصدقاء وحبايب قوي وماشيين مع بعض ورايحين مشغول مع بعض. وساعة الصلاة ده راح للجامع وده راح للكنيسة. يعني عمر ما كان مثلا المسيح والمسلم كان في فرق بين أي ديانة مع بعض، كلنا اخوات على أرض واحدة. بالنسبة للشارع، طارق يعني بين الشارع بطريقة كويسة لطيفة، غير ما بنشوفوها اللي هي حارة وحشة فيها بلطجة وفيها زنا وفيها مش عارف ايه. لا، هو طلع الشارع، طلع الحاجات اللي احنا الشاب المكافح. يعني انا في دوري كالبائع مثلا بقول للشباب اللي هم مثلا انا اشتغلت في حاجات ياما قبل كده كتير، فانتوا ما تقعدوش. مش شرط عشان انت مثلا متعلم وبتاع وما جالكش شغل او ما تعينتش او ما خدش حقك هتقعد تستنى التعيين. لا، اطلع اشتغل. انا بقالي 14 سنه بجري في مجال التمثيل، تمام. ما جبتش يعني ما طلعتش على اول سلمه الا بعد 5-6 سنين. مفيش حاجه بالسهل. ففيلم حب وزحام بيقول حاجات كتير، مع ان يعني هو مدته صغيره، بس عندي بيقول حاجات كتير قوي، تمام. بالنسبه للبطل، بطل الفيلم محمود عبد النافع ممثل فوق الجيد. وما ينفعش اللي انا اصلا يعني مهما قلت في وصفه مش هينفع ان انا اشكر فيه، عشان ده هو اصلا يعني فوق الوصف بياما. يعني ممثل مسرح شاطر ومجتهد، وفعلا مكانه في مصر، في القاهره مكانه شغل واحتراف وتعب كتير، ونفسه في اللي هو ياخد خطوه زيه زي يعني متهيألي احنا زي في ملايين مننا في مصر كده، تمام. منة شعبان أدت دورها كويس. يمكن هو أول عمل ليها زي ما هي قالت، بس قدرت إنها تتغلب على الشخصية وكانت شخصية كويسة. فطارق قدم الفيلم وورانا حاجات جميلة في الشارع، والبنوتة الجميلة العسل اللي كانت واقفة في البلكونة ديت يعني وشها كده مصر. هي دي مصر، البراءة ديت هي دي مصر. فيا ريت ما نعكرهاش، ويا ريت ما نبوظش شكلها اللي احنا شايفينه بضفرتين جميله، تمام. بشكر حضرتك. شكرا جدا. محمد حسن ممثل ومخرج مسرحي. اولا انا شفت الفيلم الروائي القصير حب وزحام. وطبعا مدته 15 دقيقة بس. الفيلم بيحكي او باختصار شديد جدا ان ازاي نحب مصر، او ازاي نطلع الحاجة الجميلة اللي في مصر، او ازاي احنا ندور على الحاجة اللي جوانا احنا، الحاجة الحلوة اللي فينا، الحاجة الحلوة اللي تبين معالمنا. مش لازم ندور على أسوأ ما فينا عشان نظهرها، لا بل بالعكس. احنا الفيلم ده بعتبره فيلم وثائقي. ازاي تحب مصر، ازاي تخاف عليها، ازاي نبني مصر بحب ولادها، ان ولادها يبقوا مترابطين مع بعض، ان كل واحد يبقى ناجح في عمله. ده يبقى عشان مصر، يبقى هو بيحب مصر. ان ده ما يزعلش مع ده، يبقى عشان مصر، يبقى هو بيحب مصر. من الاخر فكره الفيلم فكره جميله جدا وفكره هادفه جدا يعني. على المستوى الشخصي طبعا الفيلم طبعا بدايه لمخرج ومؤلف واعد اللي هو طارق يوسف. انا شايف ان هم بدايه كويسه جدا، خطوه لقدام، ان هو يقدر يعمل حاجه، ان هو عنده حاجه عاوز يبينها للناس، ان هو حاجه جواه عاوز يطلعها كويس. ما تبقاش في الضلمه، لا بقت في النور. ان انا ما عنديش امكانيات كويس، بس انا عندي فكر، عندي رؤيه، عندي طموح، عندي موهبه ما، فازاي اعرف اطلعها؟ التكاتف والترابط اللي انا شفته بالفيلم ان هم
يصرفوا على الفيلم بنفسهم، وان هم التكاليف كلها تبقى على حسابهم، ده شيء جميل، وده شيء محسوب لهم. في نهايه كلامي ان انا بشكر اسره الفيلم على ما قدموه لنا، يعني من وجبه دسمه في مده لا تزيد عن 15 دقيقه. فتحيه كبيره لاسره الفيلم. شكرا.